للقناة الإذاعية بأن المنتخب المغربي لم يرد تنظيم كأس إفريقيا 2015 بالمغرب لأنه كان متخوف من المنتخب الجزائري الذي كان قويا آنذاك في عهد غوركوف، ويقول بأنه لو بقي غوركوف كان يروح لكأس العالم، وبأن الجزائر كانت توصل لنصف نهائي كأس إفريقيا، كان هو أحسن من المدرب الآخر اللي هو المدرب آنذاك اللي راح معنا الكأس العالم، اللي كان راح معنا الكأس إفريقيا لكانس. حبيت تقول المملكة المغربية نعم ما حبش تنظم كأس إفريقيا تاع 2015. مش أنا حبيت نقول استعداد لقاء التصريح، نعم خوفا من المنتخب الجزائري. نعم. والله أنا بالنسبة لي التصريح غريب. هذاك الوقت تبعنا كاع الرواية هذيك. نعم. المنظمة الصحية العالمية قالت كاين خطر تاع وباء إيبولا اللي قادر يتنقل الى المغرب بسرعه فائقه، لانه كان في افريقيا. ما نظنش انا اليوم في 2015 كانت لاكوب دافريقيا منتخب يخاف من المنتخب، يعني من المستحيل، تصريح غريب. ولكن كاين حاجه ربما تكلمنا هذاك الوقت، قلنا ربما المغرب ما كانش عنده امكانيات ماديه وبشريه باش تنظم البطوله هذيك. المغرب اللي يطلب يلعب كأس العالم، قلنا ربما طلب باش ينظم كأس العالم ما يقدرش ينظم كأس افريقيا. قلنا ربما كان عندهم مشاكل لان كانت ازمه عالميه رضوان. نعم. وباء ايبولا. نعم. نتكلم على الازمه الاقتصاديه زيد، ولكن كاين حاجه. انت تعرف بلي اكبر تجمع في العالم هو موسم الحج. نعم. موسم الحج يعني الناس تجي من كل انحاء العالم، حدب وصوب، ملايين من كل انحاء العالم. نعم. وما كانش الوباء ايبولا. واليوم التصريح هذا تاع رابح سعدان انا بالنسبه لي غريب، ولكن المغرب شدت في كلامها وتقول كنا خايفين من وباء ايبولا. انا بالنسبه لي ماشي وباء ايبولا.